الافضل في التاريخ ميسي بيقود الارجنتين لنهائي تاريخي لكاس العالم للمرة التانية على التوالي في تاريخه. نيجي بقى لنقطة تانية، طبعا احنا كلنا استمتعنا بميسي وحرفيا مفيش جدل يعني او مفيش كلام على موهبته وعلى افضليته، يعني احسن موهبة في العالم، ممكن تنافس اي حد تاني معاه في الارقام، لكن عينك بتشوف ما بتشوفش حد جامد غير ميسي. يعني انا بالنسبة لي انا ما شفتش حد بيمتعني في الحياة في الكورة عموما زي ميسي. اكتر حد بشوفه بيمتعني حرفيا في الكورة هو ميسي واللي بيعمله. في كده موضوعنا نخش في نقطة تانية. الناس بتقول ان الارجنتين طريقة سهل في المونديال، الارجنتين طريقة سهلة وما قابلتش فرق جامدة. طب هنقول حاجة تانية، هو ذنب الارجنتين ان هي ما قابلتش فرق جامدة؟ يعني هو ذنب الارجنتين ان هي قابلت كرواتيا مثلا ما قابلتش البرازيل؟ ما كرواتيا طلعتها. يعني ايه طريقة سهل؟ طريقة سهل بالنسبة لك ممكن يكون طريقة سهل، ولكن هي اي حد بتقابله هي بتكسب، وهي مش ذنبها، هي بتلاعب اللي بتلعبه وتقابل اللي تقابله وبتكسب. الموضوع ملوش علاقة بان هي قابلت مين او ما قابلتش مين. فبالله عليكم بلاش هري في حاجات كده غريبة يعني.